انتقمت من جوزي ازاي؟ يا الله على الدخلة. بصي يا ستي، انا متجوزة من 5 سنين وشايفة القرف والسواد من جوزي. اولا هو مش مكفيني ولا ماديا ولا معنويا ولا مشاعر، وحتى في العلاقة زي الزفت. المهم، كان بقاله فترة كل ما يجي من الشغل ياكل ويدخل على الأوضة جري ويقعد فيها بالساعات ويقفل على نفسه، ولما اخبط عليه يقول لي ثانية وطالع. وبعد كده لما سألته انت بتعمل ايه كل ده، يقول لي بشتغل. قلت له لا بس انا سامعة صوتك. يقول لي ما هو ده انا كنت بتكلم في الشغل. طبعا عملت نفسي مصدقاه، بس على مين؟ الكلام ده ما حصلش. انا مش مقتنعة اصلا باللي هو بيقوله ده خالص. المهم جه من الشغل تاني يوم، واول ما جه دخل ياخد دش كالعادة. رحت انا عاملة ايه؟ رحت انا واخدة التليفون بتاعي وعاملاه وضع طيران. يا جمدانك. رحت عاملة وضع طيران ورحت فاتحاه على تسجيل فيديو. اوبا بقى. هو طلع من الحمام ودخل الأوضة وقعد فيها كالعادة. المهم، استنيته خالص لحد أمّا دخل وخرج كمان، وبعد كده أنا دخلت بعد ما هو خرج، خدت التليفون بتاعي، وشُفت القرف بعينيّا، شُفت الخيانة وشُفت القرف اللي هو كان بيعمله. طبعًا شُفته وهو بيكلم بنات فيديو، وشُفت كل حاجة. أخدت التليفون بتاعي وخدت الفيديو طبعًا ورُحت بيه عند أهلي واتصلت بأهله، قُلت لهم تعالوا بسرعة عشان في مصيبة حصلت، وجِبتهم عند أبويا. وورّيتهم طبعًا الفيديو واتصلت بيه. إيه يا شيخة أنتِ تستحقي بوسة على اللي أنتِ بتقوليه ده. المهم اتصلت بيه قُلت له الحقني تعالَ بسرعة بابا تعبان. المهم هو أول ما جه لقى العيلتين كلّهم في وشه، عيلتي وعيلته كلّهم متجمّعين، وطلبت الطلاق قدّامهم. وهو طبعًا ما قدرش ينطق ولا كلمة، وأخدت كل حقوقي وزيادة عليهم، وكمان خدت ابني علشان طبعًا ما اقدرش اسيبه له، علشان هو خاين، وكل صنف الرجالة الخاين يستاهل فيه كده وأكتر كمان. هو اتصدم أول ما شاف العيلتين مع بعض متجمّعين، وكمان شافوا الفيديو وهو كمان شاف الفيديو ورّيته له. هو اتصدم حرفيًا. اتعلّمي تاخدي حقِّك بذكاء، اوعي تروحي تعيّطي وتتنحنحي وتعملي الكلام ده كلّه، مش هتاخدي حقِّك ومش هتستفادي بحاجة. وهي دي كانت قصتي. اوعي تعيّطي على راجل خانِك مهمًا كان، مهما كنتِ بتحبيه حُطّي قلبِك تحت رجليكِ وعدّي. واو! بجد إيه ده، إيه ده! أنتِ هايلة. بتقول لي يا رب تشوفي رسالتي علشان أنا بعتّها وبجد محتاجة أتكلّم معاكِ أوي. أنا عندي 31 سَنة، بس اللي يشوفني يقول عندي مثلًا 24، 25. المهم إن مش سِنّي مش باين عليّا أوي يعني. المهم اتعرّفت على واحد في الشغل عنده 27 سَنة، وهو حبّني جدًا وأنا كمان حبّيته جدًا، رغم إنه ما يعرفش سِنّي في الأول، وبعدين كنت خايفة إن هو يبعد عني، لإنّي حابّاه أوي، وكل يوم بادعي ربنا إن هو يحصل معجزة من السما ويبقى من نصيبي. المهم في يوم قُلت له على سِنّي وكده، هو سِكِت شوية، سِكِت شوية يعني قلّق شوية، بس بعدها اتمسك بيّا وما اعترضش خالص، وفضل يقول لي أنا باتعامل معاكِ أنتِ مش مع سِنِّك، وقال لمامته ومامته وافقت وفرحت جدًا، وحسيت فعلًا إن هو عوض ربنا ليّا. المهم بقى المهم بقى أنا باقلّق منها بقى، فيالّا نشوف المهم بقى بتقول إيه المهم بقى. المهم بقى قابل اخواتي واتعرّف عليهم، واتفقوا إن هو هييجي يوم الجمعة الجاية، وأنا كنت هاموت من الفرحة. وامبارح يعني هي لسه باعتة لي رسالة أصلًا، يعني الموضوع ده لسه طازة كده. المهم بتقول لي وامبارح طول الليل كان معايا في الفون، وهو عمّال يقول لي أنا باحبِّك ومش هاسيبِك وأنتِ عوض ربنا ليّا، والكلام ده كلّه، وكلام بقى كان مخلّيني ما كنتش عارفة أنام بقى من كتر ما حلاوة الكلام. هناخد الصدمة دلوقتي. ومن أول ما صحي الصبح وهو بيكلمني وِحِش أوي وبحدية جامدة أوي، وقال لي: "بابا مش موافق عليكِ عشان فرق السِن اللي بيننا وأنا مش عارف أعمل إيه، كلمي أهلِك واعتذري لهم." وراح قفل في وشي السكة، وكسرني أوي وحياة ربنا حسسني إن أنا كنت باحلم في حاجة مش من حقي، وحسسني إن أنا كنت في حلم وحد دلق عليَّ مَيّة ساقعة وصحّاني من النوم. ومش عارفة أعمل إيه، مش قادرة أتخيّل إن هو كل حاجة نسيها كده، ونسي كلامنا ونسي حُبّنا ونسي خروجاتنا ونسي كل حاجة إحنا قُلناها، ونسي كل الاتفاقات، نسي كل ده في ثانية. صحي من النوم قال لي مش عايزِك. أنا مش عارفة أعمل إيه. أنا آسفة لو طوّلت عليكِ، بس ادّيني حل عشان بجد أنا هاموت وعايزة أبقى كويسة ومش عارفة أعمل إيه. أولًا احمدي ربنا إن هو مش من نصيبِك، لإنه مش راجل من الآخر يعني، ده عيّل حد بيوديه وحد بيجيبه، ماما وافقت، بابا لأ ما وافقش. لأ هو مش بياخد قرار من دماغه، هو مش بياخد قرار من نَفْسه، فده عيّل. فكويس إنِّك سِبتيه أصلًا أو هو سابِك، فالحمد لله. لسه ربنا
نصيبِك ما جاش، لسه نصيبِك ما جاش. حبيبتي ما تزعليش، أكيد ربنا هيعوّضِك بشخص يحافظ عليكِ ويقدّر قلبِك، وما تزعليش على ده خالص أصلًا، ولو ده بيحبِك ما كانش سابِك، هو مش قد المسؤولية ولا يستاهلِك أصلًا، أنتِ جميلة وتستاهلي حد جميل زيِّك، وده مش من نصيبِك، وأكيد ربنا هيعوّض عليكِ باللي أحسن، اللي اتقي ربنا فيكِ، ومهما تحصل مشاكل ده باعِك في ثانية. باعِك من غير ما تحصل حاجة، ده صحي الصبح ويقول لِك أنا مش عايزِك باي باي مع السلامة، فأنتِ تقولي له باي باي مع السلامة وتدّي له كده بالشلوت تطيّريه من حياتِك خالص، خالص، ولو رجع يلاقي الباب مقفول واوعي ترجعي له تاني خالص مهما حصل، ومهما كنتِ بتحبيه هتنسيه، لإن ده مش قد المسؤولية وده مش راجل، بس. وعايزة أقول لِك على حاجة كمان، هو ممكن يكون الله أعلم يعني لا مامته وافقت عليكِ ولا باباه رفض ولا أي حاجة، ولا هو أصلًا فاتحهم في الموضوع، بس هو علشان يخلع ويبيّن إن هو إيه، إن هو مش السبب في البُعد والكلام ده كلّه، وإن هو كان متمسك بيكِ ولولا الظروف والكلام ده كلّه، لأ، فأنتِ بقى تحطّيه فين، تحطّيه في الcombination بتاع وتشدّي عليه السيفون وخلاص، تقولي له باي باي ولا تعرفيه تاني، آه والله. من القصص اللي تحرق الدم كده وتستفز الواحد وهو قاعد وهو لا بيه ولا عليه، يالّا نشوف القصة بتقول إيه. أنا مشكلتي باختصار إني راجل متجوز من سنتين وعندي بنت وساكن مع أمي في نفس البيت، هي في الدور الأول وأنا في الدور التالت، وليا إخوات كمان، ليا 3 إخوات، هُم كمان في نفس البيت ومتجوزين معايا. المشكلة إن زوجتي هي اللي تعتبر الغريبة الوحيدة، لإن زوجات إخواتي من القرايب وبيعاملوا أمي زي أمهم بالضبط، وبيقولوا لها يا ماما، وأول ما ينزلوا الصبح عندها لازم يبوسوا إيديها علشان هي ست كبيرة وليها مقامها. فاصل أقل من الثانية، فين اللايك، فين الاشتراك، فين التفاعل، ها، فين؟ إمم، المشكلة إحنا لسه بقى هنشوف إيه المشكلة. المشكلة إن مراتي رافضة تعمل زيّهم، ما من حقها طبعًا، إيه اللي ست كبيرة ونبوس إيديها، هو حد أصلًا بقى بيبوس إيد أمه دلوقتي لمّا يبوس إيد حماته؟ المهم، هي ست كبيرة ولها مقامها إلا ومراتي رافضة تعمل كده، وبتقول لها صباح الخير يا طنط بس كده من غير ما حتى تبوس إيديها. أنا كلمتها في الموضوع ده كتير أكتر من مرة لإن أمي زعلانة مني وبتزعل من الموقف ده وبتقول لي مراتك هي الوحيدة اللي بتعاملني وحش، وهي كده بتعاملها وحش؟ هي عشان ما بستش إيديها كده بتعاملها وحش؟ وباحاول أقنع زوجتي عشان أمي كل شوية تكلمني بس هي رافضة لإنها جاية من بلد جنبنا غير بلدنا، وبتقول لي أنا مش هاعمل كده مع ماما اللي هي مامتي يعني، وعشان إحنا ما عندناش الكلام ده، وأنت عايز تبر أمك بر أمك أنت براحتك، أنت ما تفرضش عليَّ حاجة زي دي، أنا ليّا أنا باعمل معاها كده، أنت ما لكش أنا ما ليش دعوة بأمك، أنا مش من حقي إن أنا أبوس إيد أمك ومش مفروض عليَّ إن أنا أبوس إيديها، هو كفاية عندي إن أنا باعاملها كويس وباتقي ربنا فيها. يا ريت تنصحيها هو بيقول إيه، يا ريت تنصحيها وأنا هاخلّيها تشوف الفيديو وتفهّميها إن بِر أمي ده ليه ثواب كبير عندها، لأ هو أنت اللي تبِر أمك وهي ليها أم تبِرّها، كل واحد يبِر أمه، هي مش مفروض عليها إن هي تبِر أمك وإنها تنزل تبوس إيديها وإن هي مش عارف إيه الكلام ده كلّه لأ. هي الموضوع هي مراتك صح ومن حقها ترفض، وطالما هي بتتعامل في كل شيء كويس معاك ومع اخواتك ومع مراتاتهم ومع مامتك فهو ده المطلوب، لكن انك تغصبها على تصرف مش فرض عليها اصلا وتصرف اصلا يعني انا مش عارفه مستفز بصراحه، يعني ايه اللي اطلع لما اصحى من النوم انزل ابوس ايد حماتي، ايه ده؟ لأ، بس هاقول لك على القصة إيه، القصة اللي أنتم عايزين تطبّقوا حاجة بس ونظام أنتم عاملينه، يا إما كده يا إما هي تبقى وِحشة ونكرهها ونعاملها وِحِش وفي الآخر نطلّقها، بس هي دي المشكلة، أنت كده لو هي دي مشكلة مراتك بس، يبقى أنت كده اللي بتخرب على نَفْسك وبتخرب عليها، فسيبها براحتها وهي تعمل اللي هي عايزاه، أنا مش شايفاها غلطانة. إيه يا جماعة ما بنسمعش الكلام ليه؟ بصوا هتخلّوني أعيّط إزاي، ما بتعملوليش لايك ليه على الفيديو؟ الله! فيديوهاتي ما بتعجبكوش يعني عشان كده ما بتعملوش عليها لايكات؟ يالّا بقى نخش نشوف القصة بتقول إيه النهارده. بتقول السلام عليكم، وعليكم السلام، أنا اتخطبت لشخص لمدة سنة لمدة سنة، شخص قريبي من بعيد، وكان بيحصل بيننا مشاكل كتيرة أوي من طرفه هو، لكن عشان كان غيور جدًا لدرجة كبيرة أوي، على طول بيتخانق معايا بدون أسباب، ولمّا فات كام شهر ونُص من الخطوبة بدأ يسمّعني ألفاظ غير لائقة تمامًا. الله على تنقيتِك للكلام. ومن فظاعتها أنا ما كنتش قادرة أشتكي لحد إن هو بيعمل كده، لقيته بيتمادى في اللي هو بيعمله ده وبيشتم أكتر وأكتر. طبعًا بقى شايفاكم أنا صوابعكم ما راحتش ناحية اللايك، فين اللايك يا جماعة؟ بيصدر منه ألفاظ غير لائقة كتير أوي.
أنا أول بنت في حياته، الله! أُمّال لو كنتِ آخر بنت كان عمل فيكِ إيه؟ كان قطّعِك والّا إيه؟ المهم هو كان متعلّق بيّا جدًا ولمّا بيتعصّب بيصدر منّه الغلط ده. هو بيغير وكان وبعد اللي أنا حكيته لِك ده كلّه، كمان كان حابب يتحكّم في خروجي ودخولي، أدخل إمتى وأروح مع مين وآجي مع مين والكلام ده كلّه. هو طبعًا لسانه غلّاط جدًا وبيسبب لي مشاكل كتير أوي، وبجد أنا مش قادرة أستحمل غلطاته الكتيرة أوي دي. المهم لمّا لقيته بيتمادى في الغلط وعمّال بقى متمادى، متمادى، رُحت وصلت لأهله إنّهم يلغوا الموضوع والكلام ده كلّه. فهو لمّا سمع كده اتجنن طبعًا، وما رضيش يلغي الخطوبة، فأنا قُلت مش مشكلة أدّي له كمان فرصة، وقعد فترة فعلًا ما يغلطش، وبعدين رجعت ريما لعادتها القديمة، وفضل برضه يغلط تاني. آخر مرّة قُلت له دي آخر فرصة، وبرضه حاول يوصل لي كتير، وأنا بجد سامحته، ولقيته زي كل مرّة، وما بقيتش عارفة أعمل إيه، علشان رُحت مشوار هو مش راضي عنه فهو اللي اتصل بيّا وقال لي: "كل شيء اسمه ونصيب." وقتها بقى بالذات قررت إن أنا أفسخ الخطوبة حرفيًا، واديت له كل حاجته، وقُلت خلاص الموضوع ده مش هيتفتح تاني، وبجد أنا خلاص نهيت علاقتي بالموضوع ده، وبالإنسان ده خلاص. المهم أنا مش عارفة أعمل إيه، أنا دلوقتي اتعلقت بيه، ومش عارفة أعمل إيه. هو يوميًا رجع يبعت لي تاني، بقى لنا 3 شهور سايبين بعض، وهو بيتواصل مع أهلي كتير لإنه عايز يرجع لي، وعمّال يقول لي والله ما هاكرر الغلط ده تاني، وأنا مش عارفة أعمل إيه، خايفة أدّي له فرصة تانية يبقى زي ما هو ويرجع برضه يغلط، و تنصحيني بإيه لو أنا أختِك؟ عوّدي نفسِك طول ما أنتِ عند باباكِ ومامتِك لسه ما رُحتيش لبيت جوزِك، يبقى ما حدش يتحكم في دخولِك وخروجِك غير باباكِ ومامتِك، بس كده هو ده اللي أنا أعرفه. إنما بقى لا خطيبي يتحكم في دخولي وخروجي ولا الجن الأزرق حتى، طول ما أنا لسه في بيت بابا هو اللي يتحكم إمتى أخرج وإمتى أدخل بس، ولمّا تبقي مراته بقى ربنا يبقى يسهّلها. أنتِ لو أختي هاقول لِك لأ بلاش الإنسان ده، لإن لسانه غلّاط من أولها، فأنتِ عايزة لسانه غلّاط من أولها وعايزة تكمّلي معاه، يبقى بعد كده هيمِد إيده، وبعد كده هيعمل حاجات أنتِ مش هتكوني حاباها خالص، فما دام سكتِ له في الشتايم وفي الألفاظ اللي هي مش لائقة هتسكتي له بقى في الضرب وفي الحاجات، فما دام هو واضح من أولها، واضح الراجل بيقول لِك أنا باشتم وبيشتم وبيغلط وبيعمل حاجات، ومرّة في مرّة هتلاقيه بيمِد إيده، ومرّة في مرّة هتلاقيه مش عارف إيه، فهو واضح، وهو أنتِ اديتِ له مرّة اديتِ له فرصة مرّة و2 و3 و4 ولو اديتِ له مليون ألف فرصة هيفضل زي ما هو، بيغلط ويقول لِك والله ما هاكرر الغلط ده تاني، بيغلط ويقول لِك والله ما هاكرر الغلط ده تاني. فالموضوع واضح من أولها، صلّي استخارة لو أنتِ عايزاه، وأديني قُلت لِك علّي فيها، ده لو أنتِ أختي أنا مش هاقبل إنِّك تتجوّزيه، هو الطبع يغلب التطبع، بس كده هي معروفة، ده طبعه ومش هيغيّره صراحةً. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، باي باي. هَم يبكّي وهَم يضحّك، وأنا مش عارفة أبتدي القصة إزاي، بس هابتديها ورزقي ورزقكم على الله. المهم بتقول لي: "أنا بنوتة عندي 26 سَنة واتخطبت لواحد عنده 47 سَنة، وإيه اللي حدفِك الحدفة دي؟" هاقول لكم دلوقتي. بتقول لي إن هو راجل متريّش وإن هو كمان غني أوي ومن عيلة غنية ومن عيلة كبيرة أوي عندنا في البلد، فاللي خلّاني اترميت الرمية دي اللي هو غني بس، أنا ما كنتش باحبه ولا كنت أعرفه أصلًا قبل الخطوبة. المهم بقى اكتشفت اللي أنا ما كنتش عايزة أكتشفه، اكتشفت إيه بقى؟ اكتشفت إن هو بخيل، اكتشفت إن هو بخيل يعني هو عمره ما جاب لي وردة ولا عمره قال لي كلام حلو حتى، بخيل في مشاعره وبخيل في فلوسه وبخيل في كل شيء تتخيليه، أنا متخيلاه والله يا قلبي. المهم تتخيليه أنتِ بقى، واللي زاد وغطّى بقى لمّا بيتكلم معايا في حوار الشقة بيقول لي: "ده إحنا هنعيش مع مامتي في الشقة." فباقول له: "ليه؟" قال لي: "كده عشان أنا مش هاجيب شقق، إحنا هنعيش مع مامتي في الشقة." آه. عيش مع مامتك في الشقة. معلش كده بس فاصل فينتو ثانية، فين اللايك، فين الاشتراك، فين الحاجات الحلوة؟ حبيب مامتك. المهم بتقول لي: "أنا مش عارفة أعمل إيه، يعني هو بخيل في فلوسه وبخيل في كل حاجة." ما هي كده، جات الحزينة تفرح ما لقيتلهاش مطرح، قليل العضم بيلاقي إيه، قليل البخت بيلاقي العضم في الكرش زي ما بيقولوا. المهم بتقول لي: "أنا مش عارفة أعمل إيه وخايفة أسيبه." "خايفة تسيبيه؟ أنتِ فين وأنا هاجي لِك." خايفة أسيبه علشان خاطر في البلد هناك هيتكلموا عندنا كلام وِحِش، وبيتكلموا علينا على البنات اللي بيسيبوا خطّابهم يعني كلام وِحِش،
ومش عارفة إيه، واختي الكبيرة بتقول لي طب ادّي له فرصة كمان، تدّي له فرصة كمان في إيه؟ يعني هو عمل إيه تدّي له فرصة عليها؟ ما هو واضح وصريح من الأول أهو، يعني هو بخيل وما بي وك بخيل في فلوسه وبخيل في مشاعره، وكمان هيقعّدِك مع مامته في نفس البيت، يا قلب مامته، إيه العسل ده؟ لأ، ما هو ما يروح بقى لمامته، حبيب قلب مامته يروح لمامته، إحنا مش ناقصين غُلبة على غلبنا، مش ناقصين والله العظيم. يعني أنتِ يا عيني كنتِ فاكرة إن أنتِ بقى رايحة بقى إيه، يا ما هنا يا ما هناك، فهو بان لِك من أولها، هو قال لِك بُصّي أنا على البلاطة، أنا مش هاجيب حاجة، أنا بخيل وبخيل في مشاعري كمان، ما باجيبش هدايا، ما باجيبش حاجة، ما باقولش كلام حلو، وكمان باقول لِك إحنا هنعيش مع أمي في الشقة، عاجبِك، عاجبِك، مش عاجبِك، مش عاجبِك. فقولوا له: "لأ يا حبيب قلبي مش عاجبني وأنا هاسيبك." وسيبيه، أنتِ لسه عندِك 26 سنة رايحة تتخبي لواحد قد باباكِ عشان بس معاه فلوس؟ ليه ترموا نفسكم الرمية دي؟ ليه؟ ما في شباب زي الورد، ربنا يصلح لِك حالِك ويصلح لنا حالنا ويصلح له حاله هو كمان، بس أهم حاجة لازم ده يتساب لأنكم لسه في الأول وهو بيعمل كده، لأن أنتم لسه مخطوبين وبيعمل كده، ما بالِك بقى لو اتجوزتِ عيشتِك هتبقى صعبة جدًا، قولي له باي باي وسيبيه، ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل فيديو أنا بانزّله، هتوحشوني. أنا آسفة من غير أي مقدمات أنا هادخل في الموضوع على طول، ادخلي يا قلبي ادخلي، تعالي اتفضلي. أنا متجوزة من 2.5 سنين وللأسف ما عنديش أطفال، حملت قبل كده والحمل نزل، والحمل التاني طلع مشوه، على طول أنا باحس إن أنا باموت وباحس بقهرة جدًا، ألف سلامة عليكِ يا قلبي، وجوزي بيخوني جوزي بيخوني مع بنت شغالة عنده في المصنع، وقبل كده قفشته واتخانقت معاه وضربني وشتمني ورُحت عند أهلي وكنت باحبه، وعشان كده زعلت شوية وفي الآخر لمّا جه صالحني رجعت، وقال لي: "أنا ندمان ومستحيل هاعمل كده تاني." الحمد لله ربنا هداني ومش عارفة إيه، وقال لي: "أنا هامشّي البنت دي خلاص." وبعد ما رجعت له قُلت له: "ها، ما فيش حاجة من اللي أنت قُلتها حصلت." قال لي: "ما خلاص بقى حرام أقطع عيش البنت." والكلام ده كلّه، وأنا ما باحبش أقطع عيش حد، وبعدين دي دراعي اليمين. المهم بعد كده المهم قُلت خلاص هاعدّيها وسكِتّ بقى علشان إيه، هو وعدني إن هو هيعامل ربنا ومستحيل إن هو يخونّي تاني والكلام ده كلّه، وبجد أنا مش مقصّرة معاه، بالعكس أي حاجة هو بيطلبها أنا باعملها، وكمان أنا أحلى منها بكتير أوي، والله العظيم ربنا هو اللي يشهد، وكل راجل يتمنى يتعمل له اللي أنا باعمله مع جوزي، وجيت امبارح حطيت له مسجّل في التليفون من غير ما هو يعرف. وللأسف سمعته وهو بيكلمها، وهو كمان بيعمل معاها علاقة في التليفون، وبيقول لها تعالي نكمّل لمّا تيجي، مع إن البنت هي لسه بنت بنوت، أنا أصلًا مش عارفة أنا أصلًا مش أنا إيه، هي مش متجوّزة، بجد من ساعة ما سمعت الكلام ده كلّه وأنا حاسة إن أنا هاموت، أنا تعبانة أصلًا وعندي سُكّر وحاسة نفسي هاتفجّر والله العظيم وتعبت جدًا، وهو أصلًا هو اللي مصبّرني عليه إن هو حنيّن شوية، لأ ألف سلامة حنيّن طيب أوقات كتير بيبقى كويس والله، وساعات بيقلب عليَّ وبيتلكك لي لوحده، ماشي، بيتلكك لي لوحده كده من غير ما يعمل له أي حاجة، وبعدين أنا مش عارفة أعمل إيه، أروح لأهلي وأحكي لهم وأطلب الطلاق لإني ما بقيتش طايقة الخيانة دي، والّا أفضل معاه وأسكت وأستحمل وخلاص؟ بُصّي ما دام أنتِ بعتِ لي الرسالة يبقى أنتِ متأكدة إن أنتِ لسه بتحبيه، وإن أنتِ لسه عايزة تكمّلي معاه ومستنياني أقول لِك حل، تمام؟ تمام، خلّينا متفقين بقى إن أنتِ تغمّضي عينِك بقى على كل اللي بيحصل، لو أنتِ عايزة تكمّلي معاه حياتِك وتعيشي معاه، تغمّضي عينِك وما تفتشيش وراه، لإنِّك كل ما هتفتشي كل أمّا أنتِ هتتعبي، كل أمّا أنتِ هتلاقي بلاوي زرقا، فالأحسن إن الواحدة ما تمسكش تليفون جوزها وهي تفتش فيه، لإن كل ما تفتش فيه هتلاقي بلاوي زرقا على دماغه وعلى دماغ اللي بيكلمها، فالأحسن إنِّك تبعدي بقى إيه، حتّة إنِّك تفتشي فيه تفتشي وراه خالص، لو أنتِ عايزة تكمّلي معاه حياتِك. إنما ده بقى لو أنتِ مش عايزة تكمّلي معاه حياتِك يبقى في كلام تاني بقى، بس وربنا يهدي الحال ويصلح لِك حالِك يا رب، وقرّبي من ربنا وصلّي، وإن شاء الله ربنا يبيّن لِك اللي فيه الخير، صلّي. السلام عليكم، أنا راجل كنت عايزة أبعت لِك بس متردد، أنا كنت قاعد مع عيلتي في مناسبة وكانت زوجتي جنبي، وجه موضوع إن الراجل ممكن يتجوّز أكتر من واحدة والكلام ده كلّه، بس أنا ردّيت وقُلت ولمّا سألوني قُلت أنا طالما مقتدر ما فيش مشكلة. راحت مراتي عملت حركة بإيدها وبُقّها اللي هو مش لمّا تبقى تقدر على واحدة، عندها حق والله مش لمّا تبقى تقدر على واحدة، المهم وطبعًا كلّهم ضحكوا ما عدا أنا،
ولما روحنا عاتبتها بشدة وقلت لها ليه وانا قصرت معاكي في حاجة؟ قالت لي لا والله ما قصرتش معايا، بس كنا بنهزر يعني مفيش حاجة. قلت لها تاني يوم تعالي تأسفي لي قدامهم. هي رفضت وقالت لي خلاص ما تكبرش الموضوع، مالك خدت الموضوع على صدرك كده ليه؟ في ايه تتلكك ليه؟ وفعلا بعد شهرين رحت اتجوزت عليها واحدة اكبر مني ب4 سنين. ولما سألوني عملت كده ليه، قلت لهم علشان كان ردي عليها ان انا اثبت لها ان انا مقتدر، ان انا راجل مقتدر. اه انت مقتدر اه. ومعظم اهلها اقتنعوا، وفي اللي قال لي عندك حق وفي اللي قال لك لا انت مش من حقك انك تتجوز. المهم حاليا مراتي زعلانه واقفه على الطلاق ومش عايزه، وانا مش عايزه اطلقها علشان معايا منها ولد وبنت وخايف عليهم، مش عارف اعمل ايه. اه يعني انت مش عارف تعمل ايه. طب ما اقولك على حاجه، ما تاخد عيالك تربيهم وتخليك اب بقى مقتدر، علشان انت ولا انت قادر في الجواز بس ولا ايه؟ الموضوع كان بهزار وانت خدته بصفة جد وخدته على صدرك قوي، استحمل بقى. انا مش عارفة ان انتوا بتعملوا في نفسكوا ده يا جماعة، يعني انت علشان كلمة هي قالتها ولا هزارة رحت تتجوز عليها؟ لا انت كنت بتتلكك بقى، انت ايه، خلاص بقى تحمل بقى مسؤوليتها لقرارك، وروح بقى شيل عيالك واصرف على عيالك واصرف على مراتك الجديدة، بس تصرف على مراتك القديمة برضه، لو هي عايزة تطلق طلقها عشان تبقى تحس بقيمتها. والست ما غلطتش يعني، ما قالتلكش كلام ملوش لازمة مثلا، ده قالت لك كانت بتهزر مع الناس اللي كانوا بيهزروا، ولا جت عليها هي والدنيا. بجد انا مش عارفة ابتدي ازاي، يعني في رسائل كده بتجيلي ما بكونش عارفة ابتديها ازاي. يلا نبدأ القصة. حصلت معايا مشاكل كتير قوي ما بيني وبين اخوات جوزي، وكان دايما بيجي عليا انا ويمشيني من بيت اهلي على بيت اهلي. باقعد بالشهور وهو ما بيسألش فيا، وهو عديم الشخصية تماما تماما تماما. اتجوزنا وما كانش معاه اي حاجة غير الشقة اللي احنا كنا عايشين فيها. هو احنا بقالنا اكتر من 10 سنين متجوزين ومعانا 3 اطفال، وبقى عندنا كمان شقة تمليك وارض تمليك، ربنا يزيدكم. ومن سنتين اخواته عملوا معايا مشاكل لسبب تافه قوي وكبروا الموضوع، وبرضه خلوني مشيت على بيت اهلي. وبعدها على طول تاني يوم اخوه جه، وكمان خاله جه علشان يطلقوني ويدوني 1000 جنيه نفقة، او اشتكي في المحكمة بقى. لو انت ما عجبكيش اشتكي في المحكمة. فانا طبعا رفضت الكلام دوت، وقلت لهم انا مش هرفع قواضي ولا محاكم ولا الكلام ده كله، انا عايزه ارجع بيتي واعيش مع جوزي. هم مشيوا وسمعوا الكلام ومشيوا. فانا طبعا تاني يوم رحت البيت وقعدت بقى مع جوزي وقلت له بقول لك ايه، ما تيجي نطلع بره البيت ده ونروح نقعد في شقتنا التمليك اللي احنا خدناها، او نروح نقعد في اي مكان تاني، هو مرتاح ماديا الحمد لله. المهم ان هو رفض وقال لي لا، ونزل عرض الكلام على اخواته وهم قالوا له لا، هي عايز تاخدك مننا وتطلعك بره، الكلام ده مش هيحصل، وخليها تشيل الكلام ده من دماغها. هو يروح يقول لاخواته ليه؟ المهم بعدها عملوا مشكلة معايا كبيرة قوي، وكمان خلوا سلايفي، انا عندي 3 سلايف، خلوا سلايفي مسكوني ادوني حتة علقة، هما ال3 اتكتروا عليا ومسكوني ضربوني وادوني حتة علقة. وبعدها خدت العيال وطلعت اجري على بيت ابويا. والمهم محدش وقف معايا خالص، حتى جوزي ما كانش واقف معايا. المهم بعدها باسبوع راحوا خدوا جوزي وخطبوله. والله زي ما بقولك كده خطبوله، واخوه الكبير خلاه يطلقني غيابي، ودي كانت صدمة عمري، وعمري ما كنت اتوقع اللي ممكن يحصل فيا ده. واتجوز وخدوله شقة بره. طب من باب اولى كان خدولي الشقة دي انا ليا وعيالي كنت اتلميت فيها، وكنا رحنا قعدنا بره ما دام هو اتجوز بره بيت العيلة. انا هتجنن ومش عارفة اعمل ايه، عيالي في المدارس وهم بقوا بيدوني 3000 جنيه نفقة بعد ما رفعت قضية. وكمان 3000 جنيه والله العظيم ما بيعملوش حاجة، انا مقهورة جدا جدا ومش عارفة اعمل ايه. ورجعت قعدت معاهم في نفس البيت لان ابويا حاله على قده جدا ومش هيتحمل مصاريفنا. دلوقتي انا بقيت متطلقة وجوزي بره البيت اللي انا كنت بتهان فيه. انا مش عارفة اعمل ايه. شقتي التمليك دي مش عارفة هي راحت فين، ولا انا ما بقتش عارفة اعمل ايه، ولا اروح فين ولا اجي منين. انا نفسيتي تعبانة، انا ما بعملش حاجة في حياتي غير ان انا اعيط طول النهار والليل وما بنامش. انا مش عارفة اعمل ايه. انا بفكر ادي الولاد لعمهم لان بجد مش قادرة اعيش وسطهم، ولو خرجت بره هيقولوا لي هاتي الولاد، وانا مش عارفة ومش هين عليا اديهم الولاد دول روح قلبي. انا مش عارفة اعمل ايه،
ولو طلبت منهم يجيبوا لي شقة برّه بعيد عنهم طبعًا مش هيرضوا، لإن أنا متطلّقة، وقبل ما أتطلّق أصلًا ما كانوش راضيين إن أنا آخُد شقة بعيد عنهم. لا إله إلا الله. بُصّي أنا مش عارفة أقول لِك إيه بصراحة، يعني أنا مش عارفة. أنتِ لو في شغل تعرفي تشتغلي فيه من البيت يبقى أفضل وأحسن، يعني لو تقدري تشتغلي في البيت وأنتِ قاعدة، تجيبي أي حاجة تبيعيها، تشوفي أي مشروع تعمليه وأنتِ في البيت كده، تشتغلي في البيت. ربنا يصبّرِك يا رب والله على حالِك ويعينِك على تربية أولادِك ويصلح حالِك يا ربي. آمم، فوّضي أمرِك لله وربنا إن شاء الله آآ يصلح لِك حالِك، وربّي ولادِك واتفرّجي على حقِّك وإن شاء الله ربنا هيجيبه لِك والله العظيم لحد عندِك، ربنا عمره ما بيسيّب أي حد، ما بيسيّب حاجة، ما بيسيّبش حق حد. صلّي وادعي لربنا وعيّطي لربنا وعيّطي وأنتِ ساجدة واطلبي منه الحاجة اللي أنتِ نِفْسِك فيها، وبُصّي هتلاقي والله العظيم ربنا عوّضِك على اللي أنتِ فيه ده، وهتلاقي إن شاء الله خير جالِك كده أنتِ مش عارفة جالِك منين، بس هو ربنا بعت لِك خير، وهتتفرّجي على حقِّك وهييجي لِك إن شاء الله. ربنا ما بيسيبش حق حد أبدًا، أبدًا، أبدًا. ومش عارفة أقول لِك إيه، ربنا يصلح لِك حالِك والله مش عارفة. باحب واحد بقى لي سنتين ونُص مش أنا، صاحبة القصة، وكل شوية خناقة ويشتمني ويبهدلني بالكلام وأنا مستحملاه علشان باحبه، وكمان أنا اللي عوّدته على كده وفاضل لنا أسبوع على خطوبتنا. ولسه زي ما هو، بيكون في مشاكل كتيرة بس بسبب تافه أوي، وإحنا مثلًا بنجيب الدهب بنت خالته اتضايقت منّي ما أعرفش ليه، بس أسلوبها اتغيّر أوي فجأة، جيت أقول له احكي له واشكي له، قال لي: "ما تحطّيش نَفْسِك في مقارنة معاه علشان أنتِ هتخسري." فاصل أقل من الثانية، فين اللايك يا جماعة؟ فين الاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل فيديو جديد أنا بانزّله؟ يالّا بينا نكمّل القصة. بيعاملني وِحِش أوي من ساعة ما قرّبنا نتخطب خلاص، ومن ساعة ما جِبنا الدهب وهو بيعاملني وِحِش، ومع العلم هو عنده أخوات بنات ومش بيعاملهم زيي خالص، هو هيعاملِك زي أخواته ليه؟ المهم وقال لي: "لو فضلتِ تعملي مشاكل أنتِ اللي بتعملي والّا هو اللي بيعمل والّا مين اللي بيعمل؟" ما علينا، "لو فضلتِ تعملي مشاكل تافهة زي كده أنا ممكن أمِد إيدي عليكِ، باقول لِك كده هاناولِك بُصّي هيناولِك على بُقِّك على طول، إياكِ تفتحي بُقِّك." المهم ممكن أمِد إيدي عليكِ، وأنا مش عارفة أدّي له فرصة تاني والّا أعمل إيه، أنا باتنازل عن حاجات كتيرة أوي عشان أراضيه والله، وبرضه دايمًا بقليلي معاه، وجيت أطلب منه حاجات بسيطة خالص زي مثلًا إنه يهتم بيّا أو يحطّني من أول أولوياته، فهو طبعًا ما فيش فايدة معاه وبرضه بيشتمني، والمفروض أنا مش عارفة أعمل إيه. "هو أنتِ لسه بتسألي، أنتِ بالنسبة له إيه؟" لا يا حبيبتي اتطمني، الجواب عنده تلاقيه. إيه يا جماعة في إيه؟ ما هو واضح زي الشمس أهو. إذا كان هو أبسط كلمة قالها لِك بيقول لِك ما تحطّيش نَفْسِك في مقارنة مع بنت خالتي، علشان لو اتحطيتِ في مقارنة أنتِ اللي هتخسري، فأنتِ محتاجة إيه، يعني عايزة إيه، عايزة تكمّلي ليه أصلًا؟ يعني ده لسه واحد على البر أهو، لسه الحمد لله ما اتخطبتيش ولا حاجة، ضيّعة معاه سنتين من عمرِك، ده كلّه عشان خاطر إيه؟ بيشتمِك وبيقول لِك لو اتكلمتِ نُص كلمة تانية أنا ممكن أمِد إيدي عليكِ، لمّا هو كده في الخطوبة وقبل الخطوبة، مستنية منّه إيه بعد الجواز، مستنية منّه إيه، يشيلِك في حباب عينيه، يشيلِك على راسه؟ هيرميكِ، هيعمل فيكِ إيه يعني بعد الجواز؟ البدايات بتبقى باينة قدّامكم، بس أنتم بتحبوا تعموا عينيكم، بتحبوا تغمضوا عينيكم وتحبوا إيه، تمشوا كده من غير ما أنتم تكونوا مفتحين، أنا مش عارفة أنتم بتعملوا إيه، عصبتوني، عصبتوني، عصبتوني.